السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ما كاينش فيديو فاس كاميرا، يعني ما غاديش تشوفوني، ولكن غادي نحط لكم الوصفه ديال الصابلي اللي درت في الحفله ديال ابنه الاخت ديالي. صراحه انا اللي اختاريت انني ندير ان بتي بوفي هكا غير باش نفرحوا به، لانه ما كانوش بزاف ديال لي زانفيتي، يعني شويه ديال الناس، بحكم انها ما كتعرفش بزاف ديال الناس. فغادي نبدا لكم ان شاء الله بالصابلي اللي كنتو شفتوه في الانستغرام وعجبكم. كما كتشوفوا هنايا الكميه راه قليله، ولكن صراحه راه فيه الخدمه. فنبداو على بركه الله بالمقادير ديال الصابلي. اللي احتاجيت فيه 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، 200 غرام ديال السكر كلاصي، واحد البيضه، 10 غرام ديال النشا، ونص كيلو ديال الدقيق. نخلط معاه خماره ومعلقه صغيره ديال خماره الحلوه، او نص معلقه، عفوا نص معلقه ديال خماره الحلوه. فهذاك يعني الخميره درتها من الفوق، حيت ما عرفتش واش غادي نستعمل نص كيلو تماما ولا لا. هنايا البنات كنبدا في الاعداد ديال عجينه ديال الصابلي. لاباط صابلي راه كلشي كيعرف ليها. بامكانكم انكم ديروها في الروبو، ولا ديروها باليد، يعني كل واحد وداكشي اللي كيفضل. انا فضلت انا نديرها في العجانه. فكنخلط هنايا الزبده مع السكر كلاصي حتى كيتمتاج مزيان الخليط، وكنحصلوا على واحد الخليط ديال الزبده اللي كيكون صافي، ما فيهش دوك لي غريمو، ما فيه حتى حاجه. من بعد كنزيدو البيضه، من بعد كنزيد الدقيق ديالي حتى كتجمع ليا هاد العجينه. الصابلي البنات كما كتعرفوا ما كيحتاج بزاف انكم تعجنوا فيه بزاف. راه الجميع كيعرف. صراحه انا غير بغيت نشارك معكم داكشي اللي درت، وانا ماشي بروفيسيونيل صراحه في هادشي ديال الحلويات اللي كتكون صغيره. مازال عندي شويه مع لا باتيسري، توسكي كريم وداكشي، ولكن هاد الحلويات اللي كيكونوا هكا اللي كتكون صلبه يعني ما كنصايبها، ولكن ماشي داك الاتقان اللي كتعرفوا. فإلا شفتوا شي غلط البنات صححوه ليا، ونقدر انني نفيد مثلا المبتدئات اللي بغاو يقادوا هكا لراسهم، ولا يقادوا الاعياد الميلاد ولا شي حاجه من هذا القبيل. فكما كتشوفوا راني زدت البيضه هنايا، وبقيت كنخلط حتى تبزجوا ليا كاع العناصر، وبقيت كنزيد الدقيق ديالي وكنغربلو بطبيعه الحال حتى كنحصل على واحد العجينه يعني ديال الصابلي متماسكه. يعني انا شنو درت البنات، ما درتهاش ديريكتومون في الثلاجه ساعه. بسطتها هو الاول، يعني درت السيلوفان من التحت، ومن هذا البابي سيرفيليزي ورق الزبده عفوا، ولا بابي سولفيريزي، درته من التحت ومن الفوق، وبسطتها يعني ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه ثاني. عاد دخلتها هكا الثلاجه وحتى قصحت ليا. عاد بديت كنخدمها، واشاك فوا كنشوفها يعني تلقات وغادي تلصق ليا في القطاعه ديالي، كندخلها ثاني وكنتسنى عليها حتى كتقصح، وكنخرجها وكنخدم بها. هنايا البنات كما كتشوفوا اون فوا خرجتها من الثلاجه راه باقا قاصحه وعرفتي تري مانيابل، يعني كتعاونكم في التقطاع وكل شيء. الا جاب الله كانت كيتلصق لكم هذاك القطاعه ديالكم، كدوزوا شويه في الدقيق اولا المايزينا وكتخدموا به هكا. كما شفتوا انا اختاريت هذا ديال التاج، يعني سين كورون على حسب اون نيسونس. كتجي زوينه هكا في اعياد ميلاد ديال البنوتات الصغار، ولا في لا نيسونس ديال بنيه صغيره. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني فين شريتو، راني قلت لكم كنت خديتو من اليس ديليس، وريتو لكم ديك المره مع بعض المشتريات اللي كنت خديت. وكاين حتى في زوديو
يعني موجودين في أي بلاصة مشيتي ليهم، ورخاص هادشي باش عجبوني، الثمن ديالهم زعما رخيص، وصراحة زوينين بزاف. التشكيل ديالهم هكا مع لي زوتي ديال لا باتيسري اللي تيكونوا عند السيدة كيجي غزال وكيجي اوريجينال، بخلاف القطاعات الاخرين. فانايا البنات كنقطع كاع الاشكال ديالي، وغادي نديرهم في الطاوه مفرشه بورق الزبده بطبيعه الحال، وغادي ندخلهم للفران بدرجه حراره 170. ما نقدرش نقول لكم البنات المده الزمنيه لانني جلست مراقبهم، تابعوا ليا سميتو، وباقي راه قفلت عليهم واحد شويه. غتشوفوا من بعد ان بداو شي يعني دي بيس تحرقوا ليا واحد شويه. بغيت نقول لكم غير البنات بالنسبه للفران كل وحده وفرانها، يعني الفران ديالي يقدر ما يكونش بحال ديالك، ما يكونش بحال ديال الاخرى. يعني ما تبقاوش ديما ديروا الثقه في مثلا في الوصفه فاش كتقول لك الفران لدرجه حراره، سيرتو في هادشي ديال الحلاوي. مازال الماكله صافا نقدروا نطبقوا، ولكن ديما في هادشي ديال لي كاتو كديروا اتونسيون مع الفران ديالكم، كتبقاو تجربوا حتى تلقاو درجه حراره الملائمه. المهم كما قلت لكم درتها في الفران، ملي خرجتها نخليكم تشوفوا لو ريزولتا اللي عطاتني. فهنايا البنات غنبدا لا ديكوراسيون ديال لي سابلي اللي عندي، كل وحده على حسب الابداع ديالها، كل وحده وشنو كيفاش بغات ديكوري. فهنايا انا غادي ندير طريقه يعني بسيطه وسهله. فهزيت لا موتي ديال الباكي ديال لا بات سكر، و يعني لونته بالكولورون جيل اللي تيكون في اللون الوردي. الا ما خفتوا انكم ديروا كميه اكثر كتستعملوا واحد الكوردون باش كديروا الكولورون على لا بات السكر ديالكم، وكتبقاو تخدموها باليد ديالكم، لان لا بات السكر كتطلق فاش يعني فاش كنخدموها باليد ديالنا. صراحه البنات ما كانش عواله انا ندير لا بات السكر، كنت بغيت نقاد لا بات الشوكولا في الدار، ولكن ما بقاش ليا الوقت، فاضطريت انني نخدم بلا بات السكر. اي اوغوزمون كانت عندي واجده. هنايا البنات غادي نلصق لا بات السكر ديالي على الكاطو. انا كنستعمل العسل، تقدروا تستعملوا اللي بغيتو، لاكول اليمونتير او اي حاجه كتلصق. ولكن الخطا الفادح اللي درت هنايا وبغيتكم باش تشوفوا، يعني خليته اكسبري في الفيديو، كان بامكاني انني نمسحه وما يبانش لكم. الخطا الفادح اللي درت هو انني لصقته، عاد طبعت السميه على هذا السابلي وتهرس ليا، وهذا اكبر خطا. فاذا كنتو باغيين تطبعوا الاسم مثلا ديال البيبي ديالكم او ديال الوليد ولا البنيته ديالكم فوق لاباط السكر، كتطبعوها قبل ما تلصقوه فوق السابلي. يعني هادو من بعض الاشياء، من بين الاشياء اللي بغيت ننبه ليه خصوصا المبتدئات. فمن الخطا يتعلمه الانسان، ما كاينلاش نمسحو من الفيديو ويبان كلشي نيكال، كلشي ناضي. فكلنا كنديروا الاخطاء. هنا وريتكم هذيك لا بتيت ماشين باش كنطبع الاسم في الصابلي، كنت شريتها، كيجيو فيها بزاف ديال لي ليتر وبزاف ديال لي شيفر، وانتم كتركبوهم على حسب الاسم ديال الطفل ديالكم او البيبي ديالكم او المناسبه اللي بغيتو ديروها، او جوست ان بتي ميساج هكا فوق الصابلي. فهنايا تداركت الخطا ديالي وطبعت الاسم فوق لاباط السكر، عاد بديت كنلصقها. هنايا اختصرت شويه المراحل، من بعد غادي نبين لكم كل شيء ونخليكم البنات مع الفيديو. فانا درت جوج لوان، درت في الابيض ودرت في الوردي. راه لا فيديو غادي تبين لكم ان شاء الله كل شيء.
بالنسبه لهاد المكرونه البنات، فانا صراحه جربت بزاف ديال لي غوسيت هكا من اليوتيوب وكل شيء، والحمد لله بديت كنفهم شويه البرانسيپ ديالو، بدا شويه كينجح ليا. ولكن اليوم غادي نجرب من هذا الكتاب، غادي نحاول نزومي لكم هذا الكتاب صافي لونطون هو عندي. غادي نجرب هاد لي زانغريديون ديال المكرون اللي فيه. قال لك فيه 125 غرام ديال السكر كلاصي، فيه 130 غرام ديال لا بودر داموند، مختلفين هاد لي زانغريديون تماما على اللي كنت كنستعملهم. فيه 3 بلون دوف، هنايا شفت عاوتاني انهم ما داروش الكميه ديال لي زو، مي غادي ندير بنفس الطريقه. 100 غرام ديال لا بودر داموند، ديال السكر اون بودر يعني سكر سنيده، وكل كولورون اليمونتير. هذا الكتاب كنت خديت واحد الكيت ديال المكرون، هذه صافي دي زاني، واش صافي 4 ولا 5 ولا كاع اكثر. فيه هذاك المول ديال المكرون، فيه هذا الليفغي، وفيه واحد لابوشادوي وكاع داكشي اللي كتخدموا به المكرون. المهم فكما كتشوفوا البنات هنا وجدت كاع لي زيستونسي اللي غادي نستعمل. هاد الكاس باش غادي ملي غندير خليط ديالي في لابوشادوي، واحد لادوي ولا بوش ديالها، واحد المقص هكا باش نقطع، واحد المقيبطه باش نشد غير ليستوار ما تخرجش ليا هذا لاباط من يعني من لادوي. والمقادير كما قلت لكم قبيله ان شاء الله الا غنكتب لكم في صندوق الوصف من بعد المقادير اللي استعملت. فهنايا البنات بغيت نشير لواحد الحاجه بالنسبه للعبار ديال السكر كلاصي مع بودره اللوز ملي كنطحنوهم. فكنصحكم البنات انكم مثلا الا كان عندكم في الوصفه 120 غرام ديال السكر كلاصي و 120 غرام ديال بودره اللوز، كتعبروا اكثر من هاد الكميه باش فاش كتجيو تطحنوهم عاد فاش كتطحنوهم وكتغربلوهم عاد كتهزوا ديك الكميه اللي مطلوبه منكم في الوصفه. لانه بزاف ديال البنات كيغلطوا، كيمشيو مثلا كتكون عندهم 120 غرام في الوصفه كيعبروها وتيغربلوها تتحيد واحد 10 ولا 20 غرام، وتيجيهم المكرون ديالهم ماشي هو هذاك، وتجيهم العبار ماشي هو هذاك. فمن الافضل، لان بزاف ديال الوصفات ما كيذكروش هذا الشيء، من الافضل انكم تعبروا بكميه وفيره واحد شويه، وعاد تطحنوا مزيان. ما تطحنوش حتى تخرج ديك الزيت ديال بودره اللوز، غير كتطحنوا حتى تطحن مزيان وتخلطوها مع يعني وتعبروها وتخلطوها مع السكر كلاصي كما درت انا هنايا. من بعد البنات ثاني حاجه هي البيض، وحاجه مهمه انه يكون بحراره المطبخ. فإلا بغيتو كتعزلوا الاصفر عن ابيض البيض، وكتحتفظوا بالابيض البيض في الثلاجه حتى كتبغيو ديروا تخدموا المكرون ديالكم وكتخرجوه بليله او ليلتين كيكون افضل. ولا ديروا كما انا كنخلي البيض خارج الثلاجه، وفاش كنبغي نستعملو راه كنفصل الاصفر للابيض. ولكن تيقولوا سي اونكور ميور فاش كديريه في الثلاجه وكتجبديه كتخليه يرتاح. بالنسبه للمورانغ اللي كنصيب دابا، فانا هنايا غنخدم بالمورانغ الفرنسيه، لانه كاين المورانغ اللي بالسيرو السويسري على ما اظن، وكاينه المورانغ الفرنسيه. المورانغ خصها تعطيكم هذا البيك ديال الوازو، خصها تكون مطربه مزيان 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 مع السكر سنيده. وإلا جاب الله كانت جاريه البنات ما تخدموش بها، لانها غتخسر لكم كل شيء، ما عليكم الا تلوحوها وتعاودوا وحده اخرى. فهنايا زدت كولورون في اخر مرحله وبقيت كنضرب، لانني دابا غادي نوصل للمرحله ديال المكروناج. المهم البنات كما قلت لكم في الاول انا ماشي بروفيسيونيل، ماشي واعره في الحلويات، ولكن كنقول لكم هذا الشيء اللي جربت وصدق معايا واللي كنستعملو انا للدار ديالي ولا الاصدقاء ديالي ولا يعني العائله ديالي، لا غير. هنايا البنات غادي ندير المكروناج. غادي ناخذ هاد المورانغ ديالي في اللون هكا الغوز، غادي نديرها على هذا بودره اللوز مع السكر كلاصي وكنخلط بهذه الطريقه. بالنسبه للمكروناج البنات ردوا معاه البال مزيان مزيان مزيان. هذا المكروناج هو اللي عليه العمده، يعني هو والمقادير هما اللي عليهم العمده. يعني تقدر في الاول انك ما تفهميش ليه، ولكن من بعد وانتي كتصاوبي المكرون مره وجوج وثلاثه غادي يبدا يصدق لك. فالطريقه ديالي انا باش كنعرف انه حصلت على مكروناج اللي هو مزيان، كنبقى نخلط على هذه الطريقه اللي كتشوفوا، وكنبقى نهز سباتول وكنشوف واش الخليط غادي ينزل ليا منها ولا لا،
وكاينه حاجه اخرى انه الخليط ديالكم كيبدا كتشوفوه كيبدا كيلمع وكيكون متجانس. ما تخلطوش بزاف حتى يخرج لكم داك الغيبون اللي هكا تيكون طويل، لانني جربت هذه الطريقه والمكرون ديالي جاني جاري، عجينه المكرون جاتني جاريه بزاف. لهذا فكما كيبان لكم في هذا الفيديو كنهز لاسباتول كنشوف واش الخليط كينزل منها، يعني ما كيشكلش ليا واحد الغيبون اللي هو كبير، يعني غير هكا كما شفتوا كينزل منها. كنوقف المكروناج صافي، كنديروش يكون جاري، لانكم الا استمريتوا في يعني في الخلاط غادي تطيح لكم هذيك المراق وغادي يجرى لكم المكرون. فهنايا كنهز لابوشادوي ديالي وهذا الكاس الكبير اللي كيعاونني بطبيعه الحال غير باش ندير فيها الخليط، وكنشدو بواحد كندير اللادو ديالي وكنشدو بواحد هذا واحد المقيبطه باش غير ما يخرجش ليا منها الخليط، وكنديروه في لابوشادوي ديالي. المكرونه البنات الخليط عجينه ديال المكرون كديروها كلها في لابوشادوي ضروري، ما كتخليوهاش برا وكتسناو عليها. مثلا الا عندكم الطاوه صغيره وما قدرتوش تخدموا بها كامله خاصها تبقى في لابوشادوي، ما تبقاش هكا في لو بول ديالكم لانه كيضربها البرد وما كتبقاش صالحه. هنايا البنات كنجي كنحط، انا ما درتش العبار، بغيتو ديروا العبار كتيليشارجيو الباترون ديال المكرون في الانترنت وكديروه من تحت من هذا سميتو ديالكم البلاطو ديالكم، وكتخدموا ولا كتستعملوا هذاك المول ديال المكرون اللي كيتباع. يعني انا ما كيصدقش يا البنات وما كنستعملوش. فهنايا البنات انا اللي كنستعمل مؤخرا هو هاد لا بلاك اللي كتكون بيرفوري، يعني فيها التقابي، وهذيك الورقه ديال السيليكون اللي خاصه بالمكرون او الكاطو على شكل فينونسي مثلا. وما شاء الله حسيت بالفرق وبداو كيتقادوا ليا. غادي نحط لكم الرابط ديال لا فيديو اللي فيها المشتريات وشرحت لكم فيها على هاد لا بلاك ديال السيليكون وعلى لا بلاك بيرفوري. هنايا حطيت هذيك لا بلاك ديال السيليكون باش ينشف ليا نشفوا ليا لي ماكارون ديالي من بعد ما ضربتهم مزيان بسطح العمل باش يتقادوا ليا، وغادي نخليهم تقريبا نص ساعه حتى لساعه. انا في هذا الفيديو خليتهم غير نص ساعه. من بعد البنات كنديرهم في الفرن على كندير كنخدم لا فونتيلاسيون وكنديرهم في الفرن بدرجه حراره 145 لمده 12 ل 13 دقيقه، وبعض المرات كاع 15 دقيقه مع المراقبه. الفران البنات كيبقى كل وحده الفران ديالها، كاينه اللي كطيب المكرون ديالها على 120 درجه، كاين اللي كطيبهم على 150، كاين اللي كطيبهم على 145. يعني كتبقاو تجربوا حتى كتلقاو درجه الحراره المناسبه ديال الفرن ديالكم. وها هما المكرون ديالي ملي خرجوا في الحقيقه ماشي بحال ديال لي بروفيسيونيل، ولكن الحمد لله راه ما كانوش كيخرجوا ليا هكا. دابا الحمد لله ولاو او موان نقدر نقدمهم هكا للناس وللعائله ديالي، يعني هكا نقدر نكون فخوره بهم لانني غير مبتدئه. هنايا البنات كنزينهم بواحد شويه ديال البغيون اللي تيكون غذائي لي بايت اليمونتير، وكل وحده تزيين كيبقى على حسب الذوق. تقدروا انكم كاع ما تزينوهمش وتخليوهم هكاك. ومن بعد البنات غادي درت هنايا واحد الكاناش مونتي بالشوكولا بلون. ما صبرش المراحل لانه صراحه كان لي يعني عييت واحد شويه، وغادي نحاول البنات انني نعمر بها لي ماكارون ديالي. على فكره البنات انا لي ماكارون ديالي راه كانوا يعني هذه المرحله درتها في الاخير. لي ماكارون ديالي راه كانوا مصاوبين قبل ودرتهم في المجمد عاد خرجتهم. الماكارون البنات فاش كتجمدوه راه كيجي احسن من الماكارون اللي عاد تصاوب. يعني تقدروا انكم تجمدوهم سواء كانوا هكا عامرين ولا سواء كانوا ما عامرينش. انا كنفضل نجمدهم يعني ما عمرينش ونحطهم في الثلاجه باش يشدوا راسهم فاش كنعمرهم. وهذا هو البنات كنكمل هاد لي ماكارون ديالي. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون وافي وكافي. الا عندكم شي سؤال حطوه ليا في البعض الفوق نجاوب عليه ان شاء الله في الاسئله في الفيديوهات اللي جايين. كنتمنى انه كلشي يكون واضح لكم. كنقول لكم بسلامه عليكم البنات، تهلاو في راسكم، ما تحرمونيش من لي كومونتير ديالكم ومن الجيم ومن البارطاج. كنرحب بكاع بالبنات اللي عاد جاو جداد عندي للقناه، وكنقول لهم نتمنى ان القناه تكون عجباتكم وانكم تكونوا استفدتوا منها ولو
قليل. الى عندكم افكار لفيديوهات قادمه خلوها لي في الكومنتير. كنقول لكم السلام عليكم، في امان الله، والى فيديو قادمه ان شاء الله.